المتوفى محمد رضا رحمه الله، اللي هي مقدماها للنيابه بتستند بيها ان الشرطه هي اللي ضربت المتوفى. طبعا اللغط الاول اللي صار بالنسبه لايه، قبل ما احنا قال انه ما كانش في طلبه معاهم سلاح والكلام ده، الى ان شاء القدير ان هو في الفتره الاخيره اعترف انه في الحادث الاخير اللي نتمنى لابنه الشفاء، يعني انه قال ان هو ان الشرطه ما كانتش موجوده في المكان، وانه ابنه مضروب من عناصر الاخوان جوه الجامعه، وبالتالي يعني كان في الحادث الاخير اكد ان هو طلبه الجامعه. خلينا احنا في الواقع اللي احنا فيها ونمشي صوره صوره. احنا زي ما بقول لحضرتك، احنا مش لاقيه عشان نحسبها، عندنا مسافه وعندنا اتجاه عشان نحسب التصور. فاحنا اول حاجه بالنسبه لنا بنشوف المتوفى نفسه اصابته حصلت ازاي. المتوفى اصابته حضرتك كانت فيها عباره عن 3 رشات من الحجم المتوسط، اصابت يسار الصدر ويسار البطن ويسار الحوض. يعني اذا الاطلاق جاي من اليسار لليمين. تمام حضرتك؟ واحنا بنتكلم حضرتك دلوقتي بتشرح وضع احنا الاول هنشرح الجثمان وبعد كده هنناقش بقى الصور. هنفضل عندها اتفضل. فبس نبقى بعد كده نجيبها من الاول. فاحنا زي ما بقول لحضرتك لما لقينا الاطلاق في 3 رشات موجوده من الناحيه الشمال. يبقى الاطلاق جاي من الناحيه اليسرى باتجاه اساسي من اليسار لليمين. مسافه الانتشار الرشي كان 50 سم، وده بالنسبه لنا انتشار رشي في سطح الجسم 50 سم. ده بالنسبه لنا يعني ان مسافه الاطلاق في حاله البندقيه الخرطوش تبقى 8 متر. لو كانت بندقيه خرطوش مختنقه الماسوره، يعني الماسوره بتاعتها مضيقه من قدام، توصل لغايه 16 متر. لو كانت المسافه لو كان السلاح فرد خرطوش يبقى توصل لغايه 4 متر. فاحنا خلينا نوصل على الصوره الثانيه، عايزين نشوف خلينا نوصل لاعلى مستوى اللي هي 16 متر. فاحنا حضرتك دلوقتي المصاب نفسه في اصابه، احد الرشات خدت الشريان الاورطه الصاعد. شريان الاورطه الصاعد ده من الشرايين اللي هو شرايين بتبقى الاصابه بتاعتها بتعمل نزيف غزير، ولذلك تؤدي الى الوفاه السريعه. واخد بال حضرتك؟ فهنا بالنسبه لنا ما يقدرش يجري بعد الاصابه بتاعته اكتر من 3-4 خطوات. يعني احنا برضو حطيناها في التصور بتاعنا 4 متر. نشوف بقى التصور بالنسبه للصور دي. من اول صوره كان على الباب، بص حضرتك اول صوره اهو، هو دي لسه ما حصلش اطلاق نار، الشرطه بره اهي، وهو هنا محمد الشهيد محمد رضا اللي هو ايوه، شوف حضرتك اللي لابس طاقيه بيضه ده. شوف الصوره اهي، نشوف اللي بعديها، نشوف الصوره اللي بعديها. بص حضرتك، خلي بال حضرتك لو انت ركزت هنا في الصوره هتشوف هنا المسافه من الباب قد ايه. يعني حضرتك تعتقد المسافه دي يعني مش اقل من 6 متر 7 متر؟ لا.